السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفات مغربية مجربة. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الرجلة، غادي نطيبوا الرجلة. ها هي الرجلة، حنا في المغرب راه تنسميوها الرجلة، ولكن الدول العربية تيسميوها البقلة، اللي هي هذه البقلة. ها هي باش تعرفوها كلشي السيدات العربيات وكلشي السيدات يعرفوها. بسم الله. عندي هنا واحد جوج قبطات، عندي هنايا واحد جوج مطيشات انا حكيتهم، عندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه القزبر ومعدنوس، عندي الثومه محكوكه، عندي الزيتون اللي ندير في الاخر الزين، عندي الفلفله حمراء ها هي او التحميره، عندي الزيت البلديه، عندي البزار او الفلفل الاسود، عندي الملح. ها هو بسم الله. غادي نقطع دابا، غنقطعوها هكا رقيقه، اللي بغات تسلقها تسلقها، اللي بغات تفورها بالكسكاس تفورها بالكسكاس. انا غنفورها بالكسكاس. انا غنجيب عجوج قباط لان دابا ماشي باقا شويه ما وجداتش مزيان. في الصيف ان شاء الله راه كتوجد، وهي راه صحيه وفيها جميع شحال ديال الفوائد، فيها المغنيسيوم وفيها شحال من فائده، هي صحيه بزاف. نقطعها هكا، غنستمر حتى نكمل هاد التقطاع. كلشي هاد القطات اللي عندي نكملهم في التقطاع. انا من بعد ما قطعتها كامله غنهزها دابا غنديرها في الكسكاس تبخر. نهزها نديرها في الكسكاس. ها هي عندي في الكسكاس، غنديرها دابا تبخر. وإلا بغيتو تسلقوها حتى في الكاسر ديروها في شي طاوه ولا شنو، ديروها في تسلقوها ممكن. انا ها هي ملي طابت عندي دابا ديك الرجله، انا بخرتها في الكسكاس، راه 10 دقائق طابت، هي راه دغيا كطيب. بسم الله. كندير ديك المطيشه اللي عندي، دوك جوج مطيشات اللي حكيت، كندير ديك الثومه والقزبر ومعدنوس، الثومه محكوكه، كندير الملحه على حساب كل وشحال بغا يدير ديال الملح. كندير الفلفله حمراء، فلفله حمراء ندير واحد المعلقه صغيره هكاك، كندير الزيت البلديه، معلقه صغيره عامره ديال التحميره. الا كان انا عندي جوج قبطات ندير جوج قبطات صغار. تندير البزار كله على حساب الذوق ديالو. هي راه كتبغي شويه الحراره، اللي بغى يدير الهريسه ممكن ليه يدير الهريسه، هي راه كتبغي شويه الحراره كتجي زوينه. انا غنشدها دابا، غادي نديها دابا على النار او على البوطه، وغنخليها تبقى نشحرها مزيان على البوطه، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا الشكل النهائي. انا راه كنشحر فيها دابا، هي راه تتبغي تكثري فيها شويه تاع الزيت البلديه والثومه، غنبقى نشحرها حتى تحس بها تنشفات من الماء ديالها ومن هادي، وغادي نحطوها. غنزيد شويه تاع الزيتون، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. راه صحيه بزاف بزاف هاد الرجله، راه صحيه وزوينه. هانتوما ها هي الرجله من بعد ما طابت، او البقله كما تيسميوها الاخوان العرب، راه صحيه وزوينه مفيده، فيها بزاف ديال الفيتامينات، ويمكن تصلح لكم للسحور، تصلح للعشاء، كواش ليضات هكا تحط، راه صحيه بزاف. وجربوها وردوا عليا الخبر، وشكرا. وشاركوا معنا على القناه ديالنا على اليوتيوب، وتبارك الله عليكم. شكرا.